القصة دي لما تسمعها هتقول إن الدنيا ما بقاش فيها خير خلاص. الموضوع بدأ من التجمع الأول، والقصة اتحولت لمأساة كبيرة. جارة من سكان عمارة هناك قررت تعمل تصرف غريب جدا، واللي كاميرات المراقبة جابتها وهي بترش أعمال سحر وبترمي قصريات الزرع في نص الشارع قدام العمارة، وكأنها بتعمل طقوس مش مفهومة. وده بعد ما كسرت قانون العمارة بنفسها وقطعت سلك كاميرا المراقبة اللي راكب لحماية السكان. الموضوع موقفش هنا، لأن بعد السكان ما حرروا محضر بالواقع حصلت الكارثة الحقيقية. الست دي بدل ما تهدي الدنيا قررت هي وجوزها وولادها ياخدوا حقهم بإيديهم، وراحوا اعتدوا بالضرب على والد صاحب الشقة وأخوه اللي عايشين في الشقتين اللي ظهروا في الفيديو قدام الجيران كلهم. اللي حصل كان عنف صريح. الزوج مسك سكينة وبدأ يهدد بيها، والأولاد معاهم شومة. وفعلا أخو صاحب البلاغ اتضرب بيها على دماغه واتفتح له جرح في الراس، والجيران نفسهم شافوا كل ده بعينيهم وشهدوا إن الاعتداء حصل فعلا. الموضوع ما كانش مجرد خناقة جيران، ده تطور لجنحة إصابة وضرب عمد، واتحرر محضر رسمي تاني بالواقع غير المحضر الأول بتاع كسر الكالون وقطع أسلاك كاميرات المراقبة. واللي أغرب من كده إن بعد كل ده ولسه الناس دي ما بطلتش أذية، كل يوم شتيمة وألفاظ خارجة، ده غير التهديد اللي عمال على بطال ومحاولات استفزاز مستمرة. رغم إن الأسرة المتضررة ماشيين في الإجراءات القانونية كلها خطوة بخطوة وما لجأوش لأي تصرف خارج عن القانون، بس كل الجيران بتسأل لحد إمتى الناس دي هتفضل تفتكر إن البلطجة هتحميهم من العقاب؟ وليه كل مرة القانون بيتأخر في حماية الناس اللي بتحاول تمشي صح؟ وهل لازم تحصل مصيبة أكبر عشان حد يتحرك؟ الأسرة المتضررة دلوقتي مش بس بتدور على حقها، لكن كمان بتدور على أمانها جوه بيتها اللي المفروض يكون أكتر مكان آمن في الدنيا. في النهاية لسه الجيران بيسألوا هي إيه الحكاية الحقيقية ورا السلوك الغريب ده؟ وإزاي ممكن شخص يوصل إنه يقطع كاميرا ويكسر كمان كالون البوابة ويعتدي على الناس ويفضل لسه حر؟